اسمي كريم، عندي 24 سنة، وطول عمري كنت بحب الحاجات الغامضة والمرعبة. بس عمري ما كنت أتخيل إن الفضول ده هيكون سبب في أسوأ كابوس هعيشه في حياتي. القصة اللي هحكيها مش مجرد حكاية مرعبة، دي حاجة أنا عشتها بنفسي، وشفت بعيني، وسمعت بوداني، ولمست بإيدي. ولو حد قال الكلام ده من سنة واحدة بس، كنت هضحك عليه وأقول إنه بيحاول يخوفني. بس دلوقتي أنا اللي بقولها، وبتمنى إن اللي حصل لي يكون مجرد كابوس وأصحى منه. بس للأسف دي الحقيقة. الموضوع بدأ لما سمعت عن متحف قديم مقفول في وسط القاهرة. المتحف ده كان مشهور بإنه مسكون، والقصص اللي بتحكي عنه كانت كتير وغريبة. منها إن الناس اللي حاولوا يقتحموه أو حتى يقربوا منه كانوا بيختفوا أو بيحصل لهم حاجات مرعبة. بس طبعا مفيش حد كان بيقدر يثبت الكلام ده. الحكومة نفسها قفلت المتحف من سنين بسبب ظروف غير طبيعية. كده كان الإعلان الرسمي. بس كلنا عارفين إن ده مجرد غطاء لحقيقة أفظع بكتير. أنا وأصحابي كنا بنحب المغامرات، وكنت دايما أنا العقل المدبر للرحلات المجنونة دي. لكن المرة دي كنت أنا الوحيد اللي حاسس إن في حاجة بتشدني ناحية المكان ده. الموضوع بالنسبة لي ما كانش مجرد فضول، كان إحساس غريب، كأن حد بينادي عليا، كأن في حاجة في المتحف ده مستنياني. حاولت أقنع أصحابي يجوا معايا، بس كلهم رفضوا، بعضهم بسبب الخوف، والبعض التاني قال إنه مجرد مكان فاضي ملوش لازمة. وفي النهاية قررت أروح لوحدي. في الليلة اللي اخترتها الجو كان هادي بطريقة غريبة، لا صوت عربيات، لا ناس، حتى الهوا كان ساكن، ودي حاجة مش طبيعية أبدا في قلب القاهرة. وقفت قدام باب المتحف. كان باب حديدي قديم عليه صدى، كأنه مقفول بقاله قرون. لكن العجيب إن القفل كان مكسور، وكأن حد دخل قبلي، أو حد مستنيني. دخلت جوه، وكانت أول حاجة لاحظتها إن المكان أوسع بكتير من شكله الخارجي، وكأن المساحة الداخلية بتتمدد بطريقة غير طبيعية. الغبار كان مغطي الأرض والحيطان، والتماثيل المنتشرة في كل مكان كانت بتدي إحساس إنها بتراقبني. كنت سامع صوت خطواتي بوضوح في الصمت المميت اللي حواليا. كنت حاسس بحاجة غريبة، كأن في حد تاني معايا، لكن مفيش حد. وفجأة وأنا ماشي في ممر طويل لمحت حاجة عند طرف عيني. كانت حركة سريعة، كأن حد بيجري، لكن لما بصيت مفيش أي حاجة. قلبي بدأ يدق بسرعة، بس حاولت أتمالك نفسي وأقنع نفسي إنه مجرد توتر. كملت ماشي لحد ما وصلت لقاعة العرض الرئيسية، وهناك حصلت أول حاجة مخيفة بجد. كنت واقف قدام تابوت حجري، وكان فيه كتابة هيروغليفية منقوشة عليه، بس كانت مختلفة عن أي كتابة فرعونية شفتها قبل كده. كانت الأحرف ملفوفة حوالين بعضها بشكل غريب، كأنها بترسم وشوش مش مفهومة. لكن العجيب إن التابوت كان مفتوح، وجواه كان فيه جثة متحنطة، مش غريبة لحد دلوقتي. بس اللي أرعبني إن الجثة كان شكلها حديث، مش محنطة من آلاف السنين، كأنها لشخص مات قريبة. قبل ما ألحق أستوعب اللي قدامي، حسيت بنفس بارد على رقبتي، وكأن حد واقف ورايا وبينفخ في ودني. تجمدت في مكاني، جسمي كان كله قشعريرة، وقلبي بيدق بسرعة رهيبة. سمعت صوت همس، كان صوته ضعيف جدا لكنه واضح، كان بيناديني باسمي. لحظة، هل سمعت صح؟ ولا ده مجرد خيال بسبب التوتر؟ لا، أنا متأكد حد ناداني باسمي وبصوت ضعيف بس واضح جدا. لفيت بسرعة، وعيني بتدور في كل زاوية في القاعة المظلمة. مفيش حد، المكان كان زي ما هو، التماثيل في أماكنها، التوابيت واقفة ببرود. بس الإحساس اللي جوايا ما كانش طبيعي. كنت متأكد إني مش لوحدي. قلبي كان بيدق بسرعة وأنا بحاول أستوعب اللي بيحصل. بصيت تاني على الجثة اللي في التابوت، كانت مرمية جوه كأنها حد رماها قريب، مش متحنطة زي المفروض. الجلد كان متغطي بطبقة تراب، بس الملامح كانت واضحة، والعيون، عيونها كانت مفتوحة. مش ممكن، مستحيل. أنا شفت الجثة وهي مغمضة، أنا متأكد. إنما دلوقتي الجثة كانت باصة ناحيتي، والعينين كانوا مليانين ظلام، مش مجرد تجويفين فاضيين، لأ، كأنها بتشوفني فعلا. اتجمدت مكاني، كل شعرة في جسمي واقفة، ولساني مش قادر يتحرك. كنت عايز أصرخ، أهرب، أعمل أي حاجة، بس كنت متسمر في مكاني، كأن في قوة مسكتني ومش عايزاني أتحرك. وفجأة سمعت نفس الهمس تاني، بس المرة دي كان أقرب، كريام. مش صوت واحد، لأ، كذا صوت. صوت راجل عجوز، صوت ست، صوت طفل صغير، كلهم بينادوا اسمي بنفس النغمة الباردة، كأنهم قاعدين في ضلمة وبيهمسولي من العالم الآخر. الدم كان بيتجمد في عروقي، عقلي كان بيصرخ جوايا.
اهرب، اهرب حالا. لكن قبل ما اتحرك حصلت حاجة ما كنتش متوقعها. الجثة اللي جوه التابوت اتحركت ببطء شديد. ايدها طلعت من جوه التابوت، التراب بيتساقط من بين صوابعها، والأصابع كانت بتتحرك بطريقة غريبة كأنها بتحاول تمسك حاجة. وأخيرا رجلي سمعت الكلام، خطوت للخلف بسرعة، لكن في اللحظة دي باب القاعة اتقفل بقوة. بوم! الصوت كان مدوي وكأنه انفجار صغير. الجثة بدأت تقعد ببطء جوه التابوت. صوت العظام وهي بتتحرك كان بيشوق الهدوء، وكأنها حاجة ميتة من قرون وبتحاول تتحرك تاني. ما كنتش مستني أشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. جريت ناحية الباب، حاولت أفتحه، ضربته بكوعي، لكن الباب ما كانش بيتحرك، كأن حد مسكه من الناحية التانية. رجعت بجسمي للخلف ورميت كل تقلي على الباب، لكن ولا كأنه بيتأثر. وفي اللحظة دي حسيت بحاجة بتلمس ظهري، حاجة باردة جدا زي إيد ميتة. الشعور ده مستحيل أوصفه. حاجة باردة جدا لمست ظهري، إحساس أشبه بقطعة تلج بس مختلف، كأنها مش مجرد برودة، كأنها بتسحب الحياة من جسمي. اتشنجت في مكاني، مش قادر أتنفس، مش قادر حتى أصرخ. كل اللي حسيت بيه إن في حاجة واقفة ورايا، قريبة مني جدا، أقرب مما أقدر أتحمله. وبهدوء سمعت النفس ده تاني. كريم. المرة دي كان على بعد سنتيمترات من ودني. ما بقاش عندي وقت أفكر، دفعت نفسي بكل قوتي للأمام وفضلت أضرب الباب بجسمي، رجلي، دراعي، أي حاجة، بس الباب ما اتحركش. وفجأة الإيد اللي كانت على ظهري شدتني للخلف. جسمي طار كأني لعبة مكسورة، وقعت على الأرض بقوة. التراب دخل في عيني، صدري كان بيوجعني من شدة السقوط، لكن ده ما كانش المهم. المهم إن دلوقتي أنا على الأرض وشايف اللي مساكني. مفيش حاجة، القاعة فاضية، مفيش حد، مفيش كائن، لكن أنا متأكد في حاجة هنا. الأجواء كلها اتغيرت. التراب اللي كان متراكم على الأرض بدأ يتحرك كأنه بيتجمع ناحية التابوت اللي في النص. صوت همسات في كل مكان، نفس الأصوات اللي نادت اسمي بقت أعلى وأعلى، كأنها قاعدة حوالين دماغي وبتتحشر جوه عقلي غصب عني. ارجع، امشي، بتكملش. مين اللي بيتكلم؟ مين بيحاول يخليني أرجع؟ ومين اللي مسكني؟ وأنا بحاول أقوم من على الأرض لمحت حاجة في التابوت. الجثة اللي كانت جواه دلوقتي كانت واقفة، واقفة، عينيها السودة موجهة ناحيتي، جسمها متيبس، ووشها كان وشي أنا. الجثة كانت شبهي بالضبط، صرخت بأعلى صوت، صرخة طالعة من رعب حقيقي، من إحساس إنك مش عارف اللي قدامك ده إيه، ولا إزاي شكله زيك، ولا إيه اللي بيحصل حواليك أصلا. الجثة بدأت ترفع إيدها، مش بسرعة، لأ، ببطء شديد، كأنها بتحاول تلمسني. أنا كنت خلاص مش قادر أتحمل، قومت بسرعة وجريت في القاعة بهدومي المتسخة، بصوت أنفاسي المتلاحقة، وبالخوف اللي كان بيجري في دمي زي النار. لكن وأنا بجري لمحت حاجة تانية. كل التماثيل في القاعة كانت بتتحرك. أنا مش بحلم، اللي بيحصل ده حقيقي. كل تمثال في القاعة بدأ يتحرك ببطء في الأول، زي ما يكونوا بيصحوا من سبات طويل. عيونهم الحجرية اللي كان المفروض تفضل ميتة دلوقتي كانت بتلمع بلون أحمر غريب. مفيش تفسير منطقي للي قدامي، لكن عقلي كان رافض يقتنع إن ده واقع وأنا في وسطه. رجلي كانت بتترعش، بس مفيش وقت للخوف، مفيش وقت حتى أستوعب. كان لازم أجري. اندفعت ناحية الممر الوحيد اللي كان لسه مفتوح قدامي. كنت بتجنب أي تمثال وأنا بجري، لأنهم بدأوا يتحركوا أسرع وكأنهم عارفين أنا رايح فين. بس وأنا بجري سمعت الصوت ده تاني، الهمس، بتكملش، بتحاولش تهرب. المرة دي الصوت كان في ودني، كأن حد واقف جنبي وبيقولها لي بهدوء شديد. مشيت أسرع، خطواتي كانت بتخبط في الأرض المغبرة، وقلبي كان بيدق بسرعة رهيبة. لكن وأنا داخل الممر حسيت بحاجة ماسكة رجلي. إيد، إيد طلعت من الأرض، من وسط التراب، إيد مليانة تشققات وأظافرها طويلة وسودة، كانت ماسكة رجلي بقوة كأنها بتشدني لجهنم نفسها. صرخت وأنا بحاول أفلت منها، رجلي كانت بتترعش. حسيت إن الإيد دي مش مجرد إيد، دي حاجة بتسحبني، بتجرني تحت. التراب بدأ يتحرك حواليا، وكأن الأرض بتتفتح علشان تبلعني. كنت بحاول أقاوم، لكن القوة اللي ماسكاني كانت أكبر مني بكتير. وفجأة سمعت صوت غريب، صوت حاجة بتتكسر. بصيت بسرعة وشفت التمثال اللي كان أقرب واحد ليا دلوقتي كان بيحرك رأسه بالكامل وبص عليا. عينه الحجرية سابت مكانها ووقعت على الأرض. العين الحجرية كانت مليانة دم. مفيش وقت،
الإيد اللي ماسكة رجلي بتشدني بقوة، الأرض تحت مني مش ثابتة وكأنها حفرة بتتفتح علشان تبلعني، والتراب بيغرق جسمي وأنا بحاول أخلص نفسي. مش ممكن أموت هنا. صرخت وأنا برفس الإيد بكل قوتي، حسيت بصوت كسرة كأن العظام اللي في الإيد دي كانت ضعيفة أو متآكلة، وفجأة سببتني. وقعت على ظهري وأنا بتنفس بسرعة، قلبي كان هينفجر من الرعب والتعب، لكن ده ما كانش وقت الراحة. رفعت راسي ولقيت الكارثة. كل التماثيل اتحركت، مش مجرد تحركات بسيطة، لأ، دلوقتي كانوا واقفين في نص القاعة كأنهم جيش، واقفين بشكل غريب ورؤوسهم مرفوعة كأنهم في انتظار حاجة. وفي نصهم الجثة اللي شبهي. مش ممكن أكون بشوف صح، بس اللي قدامي كان نسخة مني، بملامحي، بشعري، بنفس حجمي بالظبط. الفرق الوحيد كان في عيونه، كانت سودة تماما زي حفرتين مفيش فيهم أي حياة. الجثة دي بصت لي وابتسمت. مش هتهرب كريم. الصوت طلع منها صوتي. شعرت برعشة في كل جسمي ودماغي كانت بتصرخ اجريي. ما فكرتش، ما خططتش، بس جسمي اتحرك لوحده. جريت بكل قوتي ناحية الباب المقفول، مش شايف قدامي من الرعب. كل حاجة كانت بتهتز، الأصوات حواليا بتزيد، صيحات، صرخات، كأن المكان كله بيحاول يمنعني من الخروج. لكن فجأة الباب اتفتح. اندفعت بره القاعة، وقبل ما ألحق أتنفس الباب قفل ورايا بقوة رهيبة. قفلت عيني وقعدت على الأرض. جسمي كان بيرتعش وكل حاجة جوايا بتصرخ من الرعب. لكن لما فتحت عيني الدم اتجمد في عروقي. أنا مش في المتحف، أنا رجعت لنفس القاعة لكن فاضية، وكنت واقف في مكان التمثال اللي كان شبهي. مش ممكن، ده مستحيل. أنا كنت متأكد إني خرجت، شفت الباب وهو بيتفتح، حسيت بالهواء البارد بره القاعة، لكن دلوقتي أنا رجعت. مش بس كده، أنا مش قادر أتحرك. حاولت أرفع إيدي، مفيش حاجة بتحصل. رجلي كأنها اتصلبت في الأرض، كل عضلة في جسمي مشلولة. حتى عيني بقيت بصل قدامه ومش بتتحرك وكأني حجر. إيه اللي بيحصلي؟ دماغي كان شغال لكن جسمي كان ميت. كنت حاسس بكل حاجة لكن عاجز تماما عن الحركة. وهنا سمعت الصوت تاني، كريم. لكن المرة دي الصوت ما كانش بعيد، كان جوه دماغي. حاولت أصرخ بس مفيش صوت طلع. حاولت أتنفس، حسيت إني مش محتاج أتنفس أصلا، وكأني بقيت مجرد تمثال. تمثال واقف في القاعة المهجورة زي باقي التماثيل اللي شفتها وهي بتتحرك. وفجأة القاعة اتغيرت، الظلام بدأ ينسحب والأضواء الضعيفة بدأت تنور من جديد، والتراب اللي كان مالي الأرض اختفى. المكان بقى طبيعي، كأن كل حاجة رجعت لحالتها الأصلية، كأن اللي حصل كان مجرد وهم. وأكتر حاجة خوفتني، في مجموعة من الناس دخلت القاعة. أيوة، ناس، زوار، مرشد سياحي، ناس طبيعية بتتكلم وتضحك، كأن المتحف رجع يشتغل. بس أنا لسه مش قادر أتحرك. الناس كانت ماشية عادي، بتتفرج على القطع الأثرية، بتتصور جنب التوابيت، بيقروا اللافتات، وكأن مفيش أي حاجة غلط. لحد ما شفتهم، مجموعة تماثيل واقفين في نص القاعة وأنا واحد منهم. أنا تمثال واقف في النص القاعة مع باقي التماثيل، مش قادر أتحرك، مش قادر حتى أرمش. الناس حواليا بيتفرجوا علينا، بيتكلموا، بيضحكوا، لكن محدش حاسس بوجودي الحقيقي. أنا سامعهم، شايفهم، لكن محدش شايفني كإنسان. حاولت أصرخ، أتحرك، حتى لو مجرد رفة جفن، لكن جسمي كان صلب، حجر زي الباقيين. وهنا سمعت حاجة خلت الدم اللي مشي في عروقي، لو لسه عندي دم، يتجمد. المجموعة دي تماثيل فريدة جدا، مفيش زيها في العالم. المرشد السياحي كان بيشرح للزوار عني. بيقولوا إن التماثيل دي اكتشفت في القاعة دي بالظبط، ومحدش يعرف مصدرها الحقيقي. مفيش أي وثائق بتأكد وجودها قبل كده، لكنها ظهرت فجأة من العدم. فجأة واحد من الزوار سأل، وعينه كانت بترمش باندهاش وهو باصص علينا. أيوة، فجأة سنة 1987 القاعة دي كانت فاضية تماما، وفجأة التماثيل دي بقت هنا بنفس الوضعيات دي، كأنهم كانوا دايما موجودين لكن محدش كان شايفهم. 1987؟ أنا كنت هنا من كام يوم بس. ده مش ممكن، ده غلط. أنا كنت عايش، دماغي كانت بتصرخ لكن محدش سمعني. وهنا شفت كابوسي بيتحقق. واحد من الزوار كان شبه باشا عالية، شاب صغير، نفس طولي تقريبا، نفس ملامحي، بس مختلف في حاجات بسيطة، زي ما يكون نسخة قديمة مني. هو؟ لا، مش ممكن، مش ممكن يكون. قلبه وقع لما بصلي كويس، تراجع خطوة، صوته ارتعش وهو بيقول
التمثال ده شبه جدي. جدي. المرشد السياحي ضحك وقال: أحيانا الناس بتحس إنهم شايفين نفسهم في التماثيل، ده شيء طبيعي، خيال الإنسان بيلعب دور كبير في الإدراك. لكن لا، ده مش خيال، أنا شفت الحقيقة. الشاب ده هو حفيدي. أنا بقالي سنين طويلة واقف هنا، مجمد في الزمن، متحجر وسط تماثيل تانية كانت في الأصل بشر. وبدأت أفهم الحقيقة المرعبة: المتحف ده مش مجرد مكان أثري، ده لعنة. لعنة بتحبس الناس جواه، بتخلينا جزء من تاريخه، جزء من مقتنياته. والآن الدور على واحد جديد. لمحت بعيني اللي مش بتتحرك، الباب الخلفي للقاعة كان بيتفتح، وشفت شاب داخل، شاب اسمه عمر، ضحية جديدة للمتحف المغلق. أنا مش ميت، لكني مش عايش، حبيس في جسد حجري، شايف كل حاجة، سامع كل الأصوات، لكن مش قادر أصرخ، مش قادر أتحرك حتى لو بصباع واحد. زمان كنت فاكر إن الخوف هو الظلام، هو الجري في شوارع ضلمة، أو سماع صوت غريب في بيت مهجور. لكن لا، الخوف الحقيقي هو إنك تكون محبوس جوه جسمك، مش قادر تقول أنا هنا. والمتحف كان لعنة، لعنة بتمتص الأرواح وتحبسها في التماثيل. لكن دلوقتي في واحد جديد دخل، عمرو. الشاب اللي لسه داخل كان شكله مألوف، شعره بني، عينه فيها نفس اللمعة اللي كانت في عيني زمان، وهو بيتمشى في القاعة منبهر بكل حاجة حواليه، مش حاسس إن مصيره خلاص تقرر. أنا عرفت الحقيقة بس متأخر، دوري انتهى. ودلوقتي اللعنة بتدور على حد جديد. ده مرشد سياحي جديد كان بيتكلم مع الزوار. المتحف ده كان مغلق لسنين طويلة بسبب قصص غريبة، ناس اختفوا هنا ومحدش عرف لهم طريق. لكن طبعا دي مجرد أساطير، احنا في القرن 21، مفيش حاجة اسمها لعنة. لعنة؟ عمر ابتسم، واضح انه مستمتع بالمغامرة. قرب من التماثيل، عينه وقعت على التمثال اللي كان في نص القاعة. حسيت بنظراته كأنه شايفني بجد. حاولت أصرخ، أتحرك، أبعت له أي إشارة، لكن مفيش فايدة. التمثال ده صوته كان متردد وهو بيبص لي، قرب أكتر، مد إيده لمس حجري البارد. وفجأة الدنيا اسودت. عمر فتح عينه بس كان متجمد، واقف وسط القاعة مش قادر يتحرك، وعيونه اللي كانت مليانة حياة. اتحجرت. أما أنا كنت واقف وسط الناس، حية، ببص على إيدي، بلحمي ودمي. اتحررت؟ لا، أنا خدت مكانه. ودلوقتي المتحف جاهز يستقبل زائر جديد. زائر هيكون هو التمثال القادم. أنا حية، حاسس بجسمي، بحرارة دمي وهو بيتحرك في عروقي، بإيدي وهي بتتحرك بحرية. بعد سنين طويلة من الجمود، من الرعب، من الوحدة، أخيرا رجعت إنسان. لكن الثمن كان غالي. عمر اتحجر مكاني. كنت واقف وسط الزوار، قلبي بيدق بجنون، مش مصدق إني خرجت من اللعنة. بس في نفس الوقت كنت عارف الحقيقة المرعبة: أنا ما هربتش، أنا بس سلمت اللعنة لحد تاني. المرشد السياحي لسه بيتكلم، مش حاسس بأي حاجة غريبة. ورا ظهره عمر كان واقف وسط التماثيل، صامت، متجمد، محبوس في الكابوس الأبدي. لكن في حاجة مختلفة، حاجة مرعبة. عمر رمش، أيوة، التمثال اللي كان هو رمش. حركة صغيرة جدا، مستحيل حد ياخد باله منها، لكن أنا شفتها لأني عشت نفس العذاب ده. عمر لسه واعي، سامع، شايف، حاسس، بس مش قادر يصرخ، مش قادر يتحرك، مش قادر حتى يقول اسمه. مش هسيبك عمر. قلت الجملة دي بصوت واطي وأنا بص في عينه الحجرية. كنت فاكر إني هحس بالسعادة لأني اتحررت، بس لأ، الشعور كان مختلف. كنت مرعوب، لأن اللعنة دي مش مجرد لعنة. المتحف ده بيختار ضحاياه وبيفضل يراقب. وأنا عرفت السر، أنا لسه مش آمن، لأن الليلة لسه مخلصتش، واللعنة لسه بتدور على حد جديد. أنا مش هسيب عمر، حتى لو ده معناه إني أرجع تاني للجحيم اللي كنت فيه. مش هقبل إن حد تاني يعيش نفس العذاب، خصوصاً وهو ما يعرفش أي حاجة عن اللعنة. بصيت حواليا، المتحف مليان ناس، الزوار بيتمشوا عادي، المرشد السياحي بيكمل كلامه، والقاعة كلها بتنور بإضاءتها الهادية. كل حاجة شكلها طبيعي، بس أنا عارف الحقيقة. عمر واقف في نص القاعة، تمثال وسط التماثيل، وعيونه اللي المفروض تكون حجرية كانت مليانة خوف. لازم أكسر اللعنة. بدأت أفكر، إيه اللي خلاني أتحرر؟ إزاي أنا اللي كنت متحجر من سنين قدرت أخرج؟ السر كان واضح، لازم حد جديد يدخل مكانك. لكن ده مش حل، مش هقدر أخرج عمر بالطريقة دي
وأحبس حد تاني مكاني. لازم أكسر السلسلة دي بالكامل. افتكرت حاجة، الكتابات اللي كانت منقوشة على الجدران القديمة في القاعة الخلفية اللي دخلتها أول ما بدأت المغامرات دي. يمكن فيها السر، يمكن دي اللي ممكن تساعدني أفهم اللعنة دي أصلها إيه. جريت بسرعة ناحية القاعة الخلفية من غير ما حد يلاحظ. تسللت بين الناس لحد ما وصلت للممر الضيق اللي مرشد السياحة قال إنه ممنوع الدخول إليه. بس أنا مش زائر عادي، أنا كنت واحد من ضحايا المكان ده، وكنت ناوي أكسر اللعنة مهما حصل. دخلت القاعة وكانت زي ما هي، تراب، جدران متشققة، ريحة قديمة كأن الزمن واقف هنا. لكن النقوش كانت أوضح من قبل. اللعبة دائرة، لا أحد يخرج إلا بتمن. السلسلة ما تنكسر إلا بإرادة أول ضحية. إرادة أول ضحية، يعني الشخص اللي بدأ كل ده، الشخص الأول اللي اتحبس هنا. وهنا لمحت حاجة بين النقوش، اسم قديم، يوسف بن إسحاق. ده هو المفتاح. لو لقيت التمثال الأول، لو عرفت أكسر حبسه، ممكن السلسلة كلها تنهار واللعنة تختفي. رجعت بسرعة للقاعة الرئيسية وبدأت أدقق في التماثيل، أدور عن أقدم واحد فيهم. وبعد بحث شفت تمثال مختلف عن الباقيين، ملامحه مش واضحة زي التماثيل الحديثة، وكان عليه طبقة من الغبار كأنه بقاله قرون في مكانه. ده أكيد يوسف. حطيت إيدي على التمثال وحسيت بطاقة غريبة، كان دافئ، كأن جواه روح لسه عايشة، لسه مستنية تتحرر. لو سمعني ساعدني. أنا مش عارف ليه قلت كده، لكن فجأة المكان كله اهتز. الأضواء بدأت تطفي وتشتغل، الناس بدأت تصرخ، والزوار جريوا ناحية الباب وهم مرعوبين. أما التماثيل فبدأت تتشقق. أولها كان تمثال يوسف، الشقوق انتشرت في جسمه ولأول مرة تحرك. عينيه فتحت وكان فيها نور غريب. وقبل ما استوعب اللي بيحصل، كل حاجة حواليا لفت بسرعة ووقعت على الأرض. صحيت على صوت، يا أستاذ فوق، أنت كويس؟ فتحت عيني ولقيت نفسي على الأرض وسط المتحف. بس المتحف كان عادي، الزوار كانوا بيتكلموا بيضحكوا، المرشد السياحي كان واقف، وكل حاجة رجعت لطبيعتها. قمت بسرعة وببص حواليا، مفيش تماثيل. القاعة اللي كنت واقف فيها كانت فاضية، ولا تمثال واحد. والأهم، عمر كان واقف جنبي بيبص لي باستغراب. مالك يا كريم؟ شكلك تعبان. أنا مش مصدق. اتحررنا. بصيت على القاعة، على الأرض اللي كان فيها التماثيل، وحسيت إن في حاجة اختفت. اللعنة انتهت. ابتسمت وبصيت لعمر وقلت له يلا نمشي من هنا، المتحف ده ما فيهوش حاجة تستاهل تتشاف. وخرجنا نازلين سلالم المتحف في الوقت اللي الشمس كانت بتغرب فيه، وأنا حاسس إني لأول مرة من سنين حر.